الجزائر سوف تعود في الجيفان باش نحضروا في الجيفان وممكن ألمانيا. في تصريح مثير للجدل والسخرية، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر أصبحت عضواً في مجموعة ال20، المنتدى الاقتصادي الذي يضم أقوى اقتصادات العالم. تصريح سرعان ما تحول إلى مادة للتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدا واضحاً أن الرئيس الجزائري لا يفرق بين العضوية الرسمية في مجموعة ال20 وبين مجرد الحضور بدعوة كضيف شرف. وخلال حواره التلفزيوني الدوري، قال تبون أنه برمج زيارات خارجية من بينها لحضور قمة مجموعة ال20، مؤكداً أن الجزائر باتت عضواً في هذا التكتل الدولي. لكن سرعان ما انتشرت التعليقات الساخرة التي وصفت الأمر بالإنجاز الخيالي، فيما شبه آخرون تصريحات الرئيس بمن يظن نفسه لاعباً أساسياً في فريق عالمي لمجرد جلوسه على دكة الاحتياط. وبينما كبر البعض أن هذه الزلة تكشف محدودية المعرفة الدبلوماسية للرئيس، رأى آخرون أنها محاولة يائسة لتضخيم مكانة الجزائر دولياً حتى ولو بالخلط بين الحقائق والأماني. وهكذا وجد تبون نفسه في موقف لا يخلو من الطرافة، بعدما تحول حلم الانضمام إلى الكبار إلى نكتة تتداولها المنصات الرقمية بسرعة البرق. أطيب الأماني، إلى اللقاء.